شوف يا سيدي، رمضان من الحاجات اللي بتميزه جدا مائدة الرحمن. وطبعا في ظل الغلاء اللي كلنا بنعيشه، كلنا من الواضح ان هناخد بعضنا وننزل ناكل على مائدة الرحمن. فلازم نشكر جدا صاحب الفكرة الجميلة دي اللي عمل لنا فكرة المائدة اللي نتلم عليها وناكل ببلاش فور فري من غير ما ندفع ولا حاجة. الفكرة يا سيدي بترجع عهد أحمد ابن طولون حاكم مصر الشهير. أحمد ابن طولون الحقيقة من الأفكار الجميلة جدا اللي عملها فكرة مائدة الرحمن، وهي ليها أصل في الإسلام نفسه. طبعا أنت عارف فضيلة أن أنت تفطر صائم في رمضان، دي حاجة عليها ثواب كبير جدا، يعني فكرة موجودة وبيحض عليها الإسلام نفسه. لكن أحمد ابن طولون توسع في الحكاية وقام عامل مائدة كبيرة جدا ولما عليها بقى، كان لسه في البداية الموضوع جديد، الأعيان والأمراء وكمان بعض الناس من الشعب يقعدوا بقى. كان دايما يحلو له أنه يقوم يقف يخطب خطبة جميلة جدا قبل ما الناس تاكل في رمضان، والأكل مجانا للجميع، ويقعد يذكر الناس بفضائل بقى الإحسان والخير والبر. طبعا الفاطميين بقى في القرن الرابع الهجري، القرن بقى التالي، بما عرف عنهم من بذخ وطرف، وكانوا الحقيقة آخر من جه باستثناء فترات الأزمة اللي عدت علينا في بعض أيامهم زي ما لسه هنتكلم. لكن دول بقى كان الطرف على آخره، وكانوا يعملوا بقى صمات كبير جدا، صمات يعني مائدة، وكان طول المائدة 300 ذراع وعرضها 7 أذرع. وعلى مدار بقى أيام الشهر الكريم الخليفة بنفسه بقى بيأمر بإعداد هذا الصمات، وينزل له مأكولات ويأكل الناس كلها بكل طوائفهم وكل ملالهم، يقعدوا ياكلوا على صمات الخليفة الفاطمي. يبدأ من اليوم الرابع في شهر رمضان لحد نهاية رمضان أكل فور فري بقى، كل ما لذ وطاب على صمات الخليفة الفاطمي، لدرجة ان صمات الخليفة الفاطمي ده خد شهرة في رمضان والعيدين. كان حاجة مهمة جدا، الناس بتاكل وتشرب وتنبسط. وكان في 2 أكيلة مشهورين جدا في هذا الزمن، واحد اسمه ابن فايز والتاني اسمه الديلمي، كتبت عنهم مصادر، وكانوا من يعني وجهاء الجند من العساكر يعني، وكان احجامهم كبيره كده، ويقعدوا ياكلوا، الواحد منهم ياكل خروف عادي وهو قاعد على صمات الخليفه، لدرجه ان واحد منهم سقط في الاسر زي ما بتقول لنا المصادر. والراجل اللي اسره في عسقلان قال له انا افرج عنك لو انت كلت العجل ده، انا هشويه واجهزه ووريني شغل. قال له ده حاجه بالنسبه لي ايزي خالص، ده ما تعرفش ان انا لحم كتافي والمنظر اللي انا فيه ده من ورا صمات الخليفه. فانت بتهزر، هات لي العجل. هوب حتتك بتتك، قام كل العجل كله في جلسه واحده. فبالفعل تحرر من الاسر ورجع القهوي. والمقريزي بيقول لنا في كتاباته ان رجع يكمل اكل على صمات الخليفه الفاطمي. وكانت حاجه جميله جدا ليها اصل في الاسلام زي ما احنا بنقول، وكمان تم التوسع فيها ابتداء من العهد الطولوني والاخشيدي والفاطمي. بقى المساله خدت شكل جميل جدا ومتوسع جدا في العصر الفاطمي. طبعا بيرتبط ايضا بمائدة الرحمن فكرة الخنقاء والتكية. باختصار الخنقاء دي عبارة عن المكان اللي يتجمع فيه الصوفية ويقوموا بممارسة شعائرهم الدينية، وكان فيه اكل وشرب ببلاش واخر دلع بقى. فكرة الخنقاء دي اسسها صلاح الدين الايوبي. خنقاء سعيد السعداء كانت اول خنقاء في مصر، والاكل والشرب فيها كان فور فري، ويجيبوا الصوفيه ويقعدوا يقولوا اذكار وبتاع، لان كان عايز يمحي من مصر الشيعيه والافكار الشيعيه اللي كانت في مصر في زمن الفاطميين، فاسسها لهذا الغرض. ولكن العمليه خدت شكل دلع جامد قوي، وبعدت عن الاصل الديني اللي كان بيروموا او بيستهدفوا صلاح الدين الايوبي. بعدها كمان بقى في العصور اللاحقه، في العصر العثماني على وجه الخصوص، ظهرت فكره التكيه، وهي يعني نفس شكل الخنقاء، تقعد برضو تاكل وتشرب حتى على السنتنا الان. لما تخش على مكان كده وعايز تاكل ببلاش ولا تدفع، يقول لك هي تكيه. نفس الكلام ده كان موجود، التكايه دي تقعد تاكل وتشرب فيها اذكار واحاديث دينيه، ده الاصل فيها. ولكن الناس بعدت للاسف عن هذا الاصل الديني، وبقت الحكايه اكل ومرعى وقله صنعه زي ما بيقولوا. حتى عصرنا الحالي لسه اهل الخير والاحسان في كل ارجاء مصر بيقيموا موائد الرحمن الموروثة عن العصور الإسلامية زي ما قلنا، وكلنا
بنروح وبنتردد عليها، وحاجة جميلة جدا بتميز مصر في شهر رمضان. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.